السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. أهلا بيك في أول فيديو أهلا بيك في أول فيديو لسنة أولى إعدادي. إن شاء الله النهاردة طالعين نشرح أول يونت لمنهج أولى إعدادي 2027. يا رب تكونوا بخير. جرامر سهل وخفيف ومشروح قبل كده، أنت كنت واخده تقريبا في 6 ابتدائي أو 5 ابتدائي. ان شاء الله النهارده معانا درس البريزنت سمبل. يعني ايه البريزنت سمبل؟ يعني ايه المضارع البسيط. المضارع البسيط. طيب دلوقتي زي ما احنا عارفين اللي متأسس معانا واللي سمعنا قبل كده، بناخد عن كل اي زمن ايه؟ 5 حاجات. الله ينور. كام حاجة؟ 5 حاجات. اول حاجة الاستخدام، تاني حاجة التكوين، تالت حاجة النفي، رابع حاجة السؤال، خامس حاجة الكي ووردز اللي هي الكلمات الدالة. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفورم بتاعه اللي هو التكوين، الفورميشن بتاعه بيتكون من ايه؟ أي جملة في اللغة الإنجليزية كل زمن بتكلم عليه. أي جملة في اللغة الإنجليزية اللي هي الجملة البسيطة اللي هي الستيتمنت الخبرية، الجملة العادية تتكون من ايه؟ تتكون من فاعل وفعل ومفعول. طيب أنا هبدأ بالفاعل. أنا بدأت بالفاعل بتاعي وفاعل مفرد. طيب الفعل الجمع بجيب له مصدر الفعل، يعني فعل بدون إضافات. واحدة واحدة وأفهمك. طب الفاعل المفرد لا، فعل بضيف له اس، اي اس، اي اس. واحدة 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 نفهمك البيزك بتاعي، احنا مش بنشرح وخلاص. يعني ايه إضافات؟ والإضافات دي بتتحط لمين أصلا؟ فعل ركن. طب الجملة بتتكون من إيه؟ بتتكون من فاعل وفعل ومفعول. طيب سؤال، هل الإضافات دي بتتحط للفاعل؟ لا. هل الإضافات دي بتتحط للمفعول؟ تالت ركن؟ لا. هل الإضافات بتتحط للفعل؟ أيوه. طب ليه بتتحط للفعل؟ عشان تحدد لي زمن الجملة. تاني، طب ليه الإضافات دي بتتحط؟ عشان تحدد لي زمن الجملة. طب إيه الإضافات بقى في اللغة الإنجليزية؟ في إطار الدراسة بتاعتك هنديهم لك. يلا بينا. بص، اس، اي اس، اي اي اس، دي، اي دي، اي اي دي، والفيرب ذات اي ان جي. اس اي اس اي اس دي تعرفك الاضافات، تعرفك ان الفعل بزمن المضارع. طب الدي اي دي اي اي دي اضافات بتعرفك ان الزمن ايه، تعرفك ان الجمله في زمن ايه؟ الماضي. طب الفيرب ذات اي ان جي تعرفك ان الفعل في الاستمرار. فعل في إيه؟ في الاستمرار. ده احنا مش بنشرح وخلاص. عرفت يعني ايه اضافات؟ ليه بتتحط الاضافات؟ الاضافات دي بتتحط لمين؟ تمام. يبقى اول حاجه الفورم بتاعنا اللي هو التكوين بيتكون من ايه؟ بيتكون من فاعل جمع بدون اضافات. طب الفاعل المفرد لا، بنحط له اس اي اس اي اس. فاعل الجمع اللي هم مين بقى؟ اللي هم اي، وي، يو، ذي. طب الفاعل المفرد هي وشي وات. تمام. يبقى الفعل الجمع زي مين؟ اللي هم الضمائر بتحل محل الفعل الجمع. اي، وي، يو، ذي. طب الفاعل المفرد الضمائر المفردة زي هي وشي وإت. طب بص بقى، وي ده فاعل ايه؟ فاعل جمع ياخد اضافات؟ لا، بنحط له المصدر بلاي اهو. بلاي هل في اضافات؟ لا. وي بلاي تنس اون فرايداي، احنا بنلعب تنس كل جمعة. طب رنا لسن وحطيت اس، رنا دي بتحل محل مين؟ شي. الضمير شي يبقى لازم نحط ايه؟ اس. يبقى listens to the radio. رنا بتستمع الى ايه؟ الراديو. يبقى اول حاجه الفورم، فاعل جمع بدون اضافات. فاعل جمع الفعل بنحط له اضافات اللي في الجمله. هل لما كان وي ده فاعل جمع الفعل ده حاطط له اضافات؟ لا، ما حاططلوش اضافات. طب رنا ده تحل محل الضمير شي. طب شي ده ضمير اسمه ده فاعل مفرد بنحط له اضافات؟ ايوه، حطيت له اس. الاس دي اتحطت لمين؟ ده هنا ركن، حطت لركن ايه؟ الفعل. تمام. يبقى كده الفورم كده اتفهم. عرفنا الاضافات، عرفنا بتتحط لمين وبتتحط ليه. طيب نخش بقى على النيجاتيف ستيتمنت اللي هي الجمله المنفيه. الفعل الجمع بننفي بكلمه اسمها don't، بننفي بكلمه بفعل اسمه doesn't.
الفعل المفرد بنفيه بكلمة doesn't، وبحط بعديها الانفينيتيف يعني مصدر الفعل. يعني بعد don't و doesn't ما بحطش اس. تاني، بعد don't و doesn't ما بحطش اس، ولا بحط اس ولا اي اس ولا اي اس عشان ما حدش يتذاكر انا قلت اس طب يبقى كده في اس وفي اي اس، لا، ولا اس ولا اي اس ولا اي اس. يعني الفعل بدون اضافات. طب مين هما do و does؟ هو ده الفعل do و does بس منفيين. منفيين. احنا خدنا في الكورس التأسيسي ان الفعل المين فيرب لما اجي بنفيه هو ولا بجيب له فعل تاني، فعل مساعد؟ ايوه، كويس ان انتوا فاكرين. بجيب له الفعل المساعد اللي هو دونت او دازنت وبعد كده الفعل. ليه؟ عشان انفي. ليه؟ عشان الفعل المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي زي رايت ووتش لما اجي انفي ما ينفعش كده انفيه، هو لازم اجيب الفعل اللي هو دونت ودازنت عشان انفي الجمله وعشان اكون بيه السؤال. طب ده زمنه ايه؟ زمن present simple اللي هو المضارع البسيط. يبقى الفعل الجمع اللي هم I we ويو they بحط لما اجي انفي الجمله المنفيه احط كلمه don't وبعد كده الانفينيتيف اللي هو مصدر الفعل. طب الفعل المفرد اللي هم he وشي وات احط بعديه كلمه doesn't بعد كده احط ايه؟ المصدر. طيب الفعل المساعد ده اسمه الفعل المساعد helping verb. طب الهيلبنج فيرب ده بيجي فين يا باشا؟ بيجي في النفي والسؤال. هنعرف السؤال دلوقتي. ده اساسيات الكورس السمر كورس اللي احنا شرحناه في الصيف. قلنا ان الفعل الهيلبنج فيرب اللي هي الافعال المساعده بتساعدني في النفي والسؤال. بتساعدني فين؟ في النفي والسؤال. طب هنا في النفي عرفتني ان الجمله منفيه، جبت فعل دونت ودازنت عشان تعرفني ان الجمله منفيه. طب شلت دونت ودازنت تحولت من الجمله المنفيه للجمله المثبته. طيب نفيت البريزنت سمبل بدونت ودازنت. في كلمه كمان نفي اسمها نيفر. كلمه نيفر بمعنى ابدا. ابدا كلمه تدل على النفي. تمام. بس في اختلاف بينها وبين دونت ودازنت ان دونت ودازنت يجي بعدها مصدر الفعل. طب هنا بينها وبين دونت ودازنت ان دونت ودازنت ان doesn't ده الفعل المفرد، واحنا قلنا الفعل المفرد الجمله المثبته تاخد اس ويس. طب هنا في النفي ما خدتش اس. طب نيفر هنا ديت نفي تاخد اس. ايوه، تحط للفعل احط معاها الاضافات بتاعت الفعل المفرد. ايوه الله ينور عليك، كده وصلت لك. اما doesn't لا، doesn't اجيب بعدها ايه؟ الانفينيتيف الفعل في المصدر. طب نيفر هنا الفاعل ذا باس يحل محل الفعل ايه؟ it. ضمير ايه؟ it. طب it دي مفرد تاخد اس اس اي اس. طب هنا الجمله منفيه لا، بس هنا في نيفر بس تاخد الاضافات. بس هنا في نيفر تاخد الاضافات عادي. طب هنا حطيت doesn't لا، يبقى هنا ستوب واشيل الاس بس. حطيت نيفر احط الاضافات، شلت نيفر ما احطش الاضافات. حطيت نيفر، افتكر لما احط نيفر احط الاضافات. لما احط نيفر احط الاضافات. لما احط نيفر في الجمله احط ايه؟ الاضافات. تمام. تالت حاجه بقى الكويشن. قلت لك الهيلبنج فيرب اللي هي الافعال المساعده بتساعدني في ايه؟ بتساعدني في النفي والسؤال. طب هنا السؤال بقى حطيت ايه؟ اهو الفعل المساعد دو. حطيت الفعل المساعد داز اللي هم انا قلت لك اهو اللي هم دول دو داز. طب هنا دو ده. طب واحنا عارفين ان في نوعين من السؤال، السؤال بهل والسؤال بفعل مساعد. السؤال بهل احط الفعل المساعد ومعناه في الجمله هل. داز معناها هل. احط دو والفعل والانفينيتيف. هنا داز الفاعل والانفينيتيف. ازاي يا مستر المفروض احط اس اس اي اس؟ لا مفيش. في السؤال الانفينيتيف هو اللي يكسب. اطلع الفعل بدون اضافات. حد فاكر ان احنا نطلعه ملط من غير اضافات لوحده؟ يبقى داز في السؤال واحط الانفينيتيف. doesn't في النفي بحط الانفينيتيف. مفيش بس اللي في الجمله المثبته احط الايه؟ بتاعت الاضافات. وكلمه نيفر في النفي احط الاضافات. افتكر لما تيجي نيفر احط الاضافات. تاني، لما تجيب نيفر في السؤال احط ايه؟ لما تيجي قصدي نيفر في الجمله اللي هي جمله منفيه احط ايه؟ الاضافات. طيب دو. دو جه بعده ايه؟ الفاعل. سبيك هل في اس؟ لا، ده الفعل في المصدر. Do you speak English؟ هل انت بتقرا انجليزي؟ تتحدث انجليزي؟ يبقى دو دي معناه هل. يبقى ده
الفعل المساعد، وبعد كده يو ده محله ايه في الجمله؟ الفاعل، وبعد كده هو كمل الجمله بتاعته. طيب does ده ايه؟ الفعل المساعد معناه ايه؟ هل برضه does بيجي معاه she او he او it، وهنا cooks المفروض احط cooks؟ لا، cook بس، ده الانفينيتيف. بعد كده اكمل الجمله بتاعتي. يبقى في النفي والسؤال هجيب اضافات؟ نو نو يعني مفيش اضافات. طيب تاني نوع من الاسئله السؤال بقى ده، احط، بص هنا حطيت دو داز والفعل والمفرد. بص هنا ده سؤال بقى هل، كده سؤال بهل، ورحت حاطط الاداه بتاعتي في الاول تحول من سؤال بهل سؤال باداء. دو، لو انا شلت الاداه كده دو يو ستادي، هل انت بتعرف تذاكر؟ لما حطيت بقى الاداه تحول سؤال بهل سؤال باداء. What do you study؟ What do you study؟ ماذا انت تذاكر؟ Where does she go؟ اين انت ذاهبه؟ يبقى where دي الاداه. احفظ بقى معايا تركيبه السؤال. السؤال باداه، اداه دو او does فاعل مصدر، أداة دو أو does فاعل مصدر، أداة دو أو does فاعل مصدر، أداة دو أو does فاعل مصدر. تمام؟ تمام. كده خدنا أربع حاجات. فاضل إيه بقى؟ لا، ثلاث حاجات. فاضل حاجتين، الكي ووردز والاستخدام بتاع المضارع. يعبر عن إيه بقى المضارع البسيط؟ أول حاجة يعبر عن العادات والروتين اليومي، يعني يعبر عن الحقائق والعادات والروتين اليومي. يعني ايه الروتين اليومي؟ يعني الحاجه اللي انت بتعملها كل يوم، الحاجه اللي انت بتعملها كل يوم. يعني انا صحيت من النوم، اول حاجه اعمل ايه؟ امسك الموبايل، صح؟ ده روتين يومي. اول ما صحيت من النوم ادخل الحمام، بعد كده افطر، ده روتين يومي. يعني ايه روتين يومي؟ يعني الحاجه اللي انا بعملها كل يوم. يعني ايه روتين يومي؟ يعني الحاجه اللي انا بعملها كل يوم ما ينفعش ما اعملهاش. امسك التليفون، اكل، افطر، اتغدى، فاهم، اروح الدروس. تمام. مثلا اخويا متعود ان هو يسمع التلفزيون بعد العشاء مثلا. مثلا بيحب يروح يلعب كوره كل يوم خميس، دي عاده. كلام بسيط يعبر ايه عن عادات وحقائق روتين يومي. فاضل لك ايه؟ الكي ووردز اللي هي ايه؟ الكلمات الداله. طب الكلمات الداله تعبر عن المضارع البسيط ايه؟ ظروف التكرار. بعد كده بقى فاضل لك ايه؟ الكي ووردز اللي هي ايه؟ الكلمات الداله. يلا بينا ناخد الكلمات الداله. دلوقتي ظروف التكرار اللي هي الكلمات التي تعبر عن المضارع البسيط اللي موجوده عندك فين؟ في الكتاب. ايه هم يا باشا؟ هنتفق اتفاق. هسألهم ثلاث أسئلة. ايه هم؟ ايه هم؟ بيستخدموا ليه؟ بيعبروا عن ايه؟ بيجوا موقعهم ايه في الجملة؟ تاني أسأل عليهم ثلاث حاجات. ايه هم؟ تاني حاجة بيستخدموا في ايه؟ تالت حاجة موقعهم ايه في الجملة. تمام؟ يلا بينا. هسألهم ثلاث أسئلة. بيستخدموا هم مين؟ اسمهم ايه يعني؟ هم ايه يعني؟ هم مين يعني؟ تاني حاجة بيستخدموا في ايه؟ مع المضارع البسيط. تالت حاجة موقعهم في الجملة. هسألهم ثلاث أسئلة. أول سؤال ايه هم؟ always يعني ايه؟ دائما. usually يعني عادة. often غالبا. sometimes أحيانا. rarely نادرا. never يعني أبدا. أبدا بتاعت النفي أهي، بتاعت النفي أبدا. ايه هم؟ always usually often sometimes rarely never. طيب بقى بيستخدم تاني بعدد تكرار حدوث الحدث ده ازاي؟ بص، احمد sometimes send me funny picture. احمد احيانا بيبعت لي صور مضحكه احيانا. طيب حدث اللي هو حدث ارسال الصور المضحكه ده، المضحكه دي، هل دائما ولا عادة ولا غالبا ولا احيانا ولا نادرا؟ لا، ده احيانا يعني ايه؟ مش كتير، فاهم؟ مش كتير اللي هو بعت. طب لو شلت sometimes كتبت مثلا always مثلا، دائما ده على طول. يبقى عرفت ليه
ظروف التكرار تستخدم مع مضارع بسيط. تعرفني عدد تكرار حدوث الحدث. تمام، حدوث الحدث. ده تاني سؤال. طب تالت سؤال، موقعهم يا ريس، موقعهم في الجملة، وده اللي بلعب عليه في السؤال اللي رايت واللي تشوز. ركز بقى معايا. طيب التركية بقى اللي في الدرس، ظروف التكرار بيبقى موجود في أنهي جملة؟ أحدد أركان الجملة. أول حاجة تحدد أركان الجملة. وي ده إيه؟ ده الفاعل. وي ده الفاعل. صح؟ صح. فين الفعل؟ ده الفعل. صح؟ أحمد ده الفاعل. طب سند ده الفعل. مش ملاحظ حاجة؟ مش ملاحظ حاجة؟ ظروف التكرار، ظرف التكرار جه بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ لا ده بعد الفعل. صح؟ ده ايه؟ بعد الفعل الاساسي. طيب هنا sometimes ده ظرف التكرار جه قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ لا ده قبل الفعل. صح؟ فعل بي. صح؟ وده فعل العادي اللي هو الرئيسي بتاعي، الرئيسي. من وجهة نظرك مين الراجل؟ فعل بي ولا الفعل الاساسي؟ هم؟ مين الراجل؟ الفعل بي ولا الفعل الرئيسي؟ الفعل بي ولا الفعل الرئيسي؟ لا الفعل بي. ليه بقى؟ عشان الفعل بي هو الراجل، هو اللي جه الاول، بعد كده ظرف تكرار قال له تعالى بعد، انا اللي ابقى في الاول في الجمله. طب هنا لا، الفعل الرئيسي جه بعد ظرف تكرار. يبقى اقول لك ايه؟ عايز اقول لك لما يكون في فعل verb to be، الفعل verb to be ده اللي هو is و are و am، لو موجود في الجمله، لو موجود في الجمله هو يجي الاول وبعد كده ظرف التكرار يجي. تاني حاجه، طب اي بقى فعل غير بي ظرف التكرار يجي في الاول وبعد كده الفعل الرئيسي يجي بعدين. تمام تمام. يبقى مين الراجل؟ مين الاجمد؟ فيرب بي ولا الفعل الرئيسي اي فعل تاني؟ لا الفعل بي اللي هو الفيرب تو بي. ليه بقى؟ عشان هو جه الاول بعد كده ظرف التكرار جه بعده. طب هنا بقى لا، ظرف التكرار جه الاول وبعد كده ايه؟ الفعل اللي الرئيسي اللي جه بعده، الفعل اللي هو غير بي جه بعده. يبقى هنا بي راجل على ظرف تكرار. طب هنا لا، ظرف تكرار راجل على اي فعل غير بي. تمام. افتكرها كده ان الفعل طالما موجود الفعل بي يبقى ظرف التكرار يجي بعده. ليه؟ عشان الفيرب بي راجل هو اللي هيجي الاول وبعد كده الفيرب، بعد كده ظرف التكرار هو اللي يجي بعده. تمام تمام. فاضل لك سؤال، حاجه اللي ازاي اسال عن ظروف التكرار بكلمه اسمها how often. يعني ايه؟ كم مره. واحط الفعل المساعد اللي هو do او does، بعد كده احط الفاعل، بعد كده احط الانفينيتيف، بعد كده احط الفعل المساعد اللي هو do او does وبعد كده الفاعل والانفينيتيف بتاعته. يعني مثلا اديني مثال، مثلا how often مثلا do you walk to school. هتقول له ايه؟ I never walk to school. انا ما مشيتش المدرسه بتاعتي ابدا. تمام تمام. يبقى اول التركايه اللي في الدرس، التركايه اللي في الدرس اللي هي بتاعت بي اللي هو الفعل اللي هو الفيرب تو بي واي فعل تاني. تاني حاجه ازاي اسال عن ظروف التكرار. هتذاكرها ازاي؟ لما تيجي تذاكر ظروف التكرار دي تاني جزء من الدرس، تسالوا 3 اسئله. هم مين؟ بيستخدموا مع المضارع ليه؟ بموقعهم في الجمله. موقعهم في الجمله تركز فيها. تمام. وبكده يكون خلصنا شرح الدرس كامله، واستنونا في فيديوهات جايه تانيه جديده. السلام عليكم.